انا كهنة زملكاوية طالعة اكشف مؤامرة. اللي بيحصل فينا ده دي مؤامرة كونية، دي مؤامرة كونية. ما هو اللي بيحصل فينا ده مقصود بقى. ده دي مش حاجة، لا ده مقصود. دي مؤامرة كونية. ما هو مفيش تفسير تاني غير دي مؤامرة كونية. دي مؤامرة كونية بجد. ما هو مفيش مش حل تاني. احنا طالعين عنا كلنا بقى بلاعيبة بقى بشجعين بقى كله طالعين عنا. وفي الاخر 2-0. ليه 2-0؟ ما تفهمش 2-0 ليه؟ دي جت منين 2-0 دي؟ وليه دخلوا في الشناوي؟ عارف الشناوي كده؟ دخلوا كده فاهم؟ بين رجليه كده، بين رجليه بقى. ما تفهمش 2-0 دول جم ليه؟ لو احنا تعبنا وطلعنا وخلاص، وقبل الماتش بايام بقى متوترين وما بننامش، وليله الماتش ما نمناش وكلام كوابيس بقى. لو نمنا بنعمل بكوابيس بقى فاهم؟ وخلاص بقى احنا على اخرنا وبنشجع بقى وتيشيرتات وجبنا وسلاسل وجبنا وفضه، والله سلاسل فضه والله وجبنا وحظاظات ولبسنا وبص وشنط وكشاكيل وجبنا بتاعت الزمالك والسكرز وحلقنا في الحته في كل حته زمالك ونشجع بقى وزمالك وايه هم صوتنا وخلاص. والزمالك 2-0 2-0 2-0. ما هو 2-0 دي 2-0 دي ليه؟ ما هو 2-0 دي ليه؟ ما انا عايزه حد يطلع كده يفهمني، يعني راجل لراجل كده ويقول لي دي مؤامره كونيه، يقول لي ان دي مؤامره كونيه. انا مش مجنون، دي مؤامره كونيه. هو اللي بيحصل فينا ده مش طبيعي. ما هو ما فيش حد عاقل في الدنيا في العالم كله بيحصل فيه كده غير هنا في مصر مع النادي الزمالك بس. دي مؤامرة كونية. العالم عارف كوكب الزهراء ده، عارف كوكب الزهراء ده بتاع سبيستون ده؟ كوكب الزهراء ده هو السبب، هو يعمل المؤامرة الكونية دي ضدنا. ما هو مفيش حل تاني غير ان بيحصل ان دي مؤامرة. والله بجد مؤامرة كونية كبيرة جدا كبيرة قوي كبيرة، ما لهاش تفسير تاني. وهو او عارف حد عمل لنا عمل مثلا حطه في عين نمله، والنمله بقى نزل مع صاحبتها النمله، نزلوا البسين بقى غطسوا وماتوا بقى، ولعوا بجاز بقى في البسين بقى فاهم؟ ماتوا خلوا في داهيه. مش عارفين بقى نجيب العمل، فانت لبسنا في العمل اللي اتعمل لنا ده. او مثلا عارف نفس سبب الرساله احنا ما بعتناش ل10 دي. عارف الرساله ما بعتناش ل10 دي، نزلت لعنه كده فاهم؟ لعنه علينا كلنا كلاعيبه بقى، كنادي، كاداره، كجهاز فني، كمشجعين، بنلبس الفانلة البيضاء. شايف الفانلة البيضاء؟ شايف بادي الزمالك اهو. نزل علينا اللعنه. احنا نزل علينا ايه؟ اللعنه. انا ذنبي ايه كواحده تشجع نادي تشد في شعرها وتتعصب وتخطى يعلى؟ انا مالك؟ طب ما ينبقاش انت ما نمتش من ساعه الماتش. انا ما نمتش خلاص مش هنام. ما هو مفيش مخ يستوعب اللي بيحصل لنا ده. انا واحده قد نص كم في الشتاء. ما هو العصبيه اللي انا فيها، وده مش مهزر. ودي ده مش تشكيله. محمد حلمي صاحي من النوم نفسه بقى كده فاهم؟ على حله محشي كرنب، قام ضارب له حله محشي كرنب. محشي تفاعل بقى فاهم؟ وتفاعل بقى وينزل بقى ايه؟ يدي قرار مش اي حاجه في اي وقت. قرار زباله. شيكابالا ايه اللي ينزل في الدقيقه 83؟ شيكابالا يعني ايه ما ينزلش من الاول؟ شيكابالا يعني ايه؟ يعني ايه شيكابالا ينزل في الدقيقه 80؟ شيكابالا ينزل في الدقيقه 80؟ شيكابالا ينزل في الدقيقه 80؟ شيكابالا ينزل في الدقيقه 80 ازاي؟ ما حد يقول لي حاجه ويعقل كده بقى. يقول لي يعني ايه شيكابالا ينزل في الدقيقه 80؟ يعني خلاص شايف الدنيا باظت في الشوط الاول، والدنيا باظت بقى وشوف الحيطه دي لبسنا فيها. ما انا لبسنا في الحيطه اهو. شوف ان لبسنا في الحيطه دي خلاص ننزلها من اول الشوط الثاني. ينزل من الاول ما ينزلش من الدقيقه 80. ما ينفعش. ما ينفعش. وما شفتش كده. ما شفتش انا قرارات بتتحسم بالمنظر ده. ما شفتش. ومعروف يوسف ده مش ده عباره عن واحد نص الملعب ياخد الكوره ويلف حواليها ويرجع تاني الدفاع. ما بيعملش حاجه. ما شفتش بيعمل حاجه ثانيه خالص في الماتش غير انه بيعمل كده. ما شفتش حاجه ليه فايده بيعملها خالص. ما شفتش حاجه ثانيه. ما بعرفش ازاي عايز يرجع على بلده ويرجع. هم كلهم زنوج في بعضيهم بقى. احنا مالنا؟ هم زنوج، هم ناس زنوج يا اخي. احنا مالنا يطلع لنا احنا ليه؟ هم يا ابني ارجع على بلدك. والله طهقتونا ارجع على بلدك والله. او عارف خد معاك حسني فتحي ده عايز 70,000 طرقه في دماغه يطلعوا كده فاهم؟ يطلعوا من دماغه دول. يعني انتوا الاثنين عارفين تحطوا فين؟ جيب استك
والله بجد نجيب قص وتحطوا فيه وايه وننطلقوا كده ونشاركوا في الفضاء كده، فاهم؟ في الفضاء ما ترجعوش تاني، ما ترجعوش تاني خالص، ما شفتوش مش فاهم، ما تنزلوش كوكب الارض اصلا تاني. وباسم مرسي، باسم مرسي ده كان ده جه الماتش بجد، جه الماتش لعب كده يعني، لعب في الماتش وبتاع اللي هو خلاص بعد الجولين اللي جابهم في الاهلي وخلاص هو كده انبسط، هو كده عمل اللي عليه، هو كده فاكر الناس ان هو الحاسم ومبسوط بنفسه بالجولين اللي جابهم في الاهلي. يا خلاص فانت كده وقفت وبوظت كل الماتشات. انت جيت الماتش ما شفتكش الماتش، انا ما شفتكش الماتش بتاعك خالص، ما شفتكش تعمل حاجه في الماتش، ما شفتكش وجود اصلا في الماتش، ما شفتكش. بص انت روح العب في الصين، روح الصين بجد والله بجد، هتلاقيهم كلهم اصلا عارف كلهم بقى ايه شبه بعض. انت مش عارف بقى انت بتلعب مع مين وبتلعب ضد مين بقى، انت كلهم شبه بعض. روح العب معاهم في الصين بجد، ما تهقطونا والله، تهقطونا بجد والله، تهقطونا. وخدوا معاكم مين مرتضى منصور ده، مرتضى منصور ده مش شايفه له لازمه بيعملها فعلا في حياته، ان هو يجيب جاموسه كده ويحلبها، يقعد يحلب جاموسه بس، يحلب جاموسه بس، واللبن بقى اللي يطلع من الجاموسه ده يوزعه على الغلابه، ماشي، يوزعه على الغلابه بقى، يمكن ربنا غضبان عننا، ربنا بقى ايه يفك النحس بقى علينا، يمكن بقى يكسب بقى، فاهم؟ وناخد نص الحظ بتاع الحظ الاهلي بقى، اللي هو في حاجه ما وراء الطبيعه بتساعده، في حاجه وراء الطبيعه، في حاجه كبيره جدا بتساعده، في حاجه كبيره قوي ورا النادي الاهلي بتساعده، ما مفيش حل تاني غير كده. ما هو احنا ده موضوع بقى حظ بقى، في حاجه كبيره بقى، ماشي، في وحش، في غول بقى، في ساحره شريره بقى، في سبيس تون بتساعده، ما اعرفش، ما في حاجه كبيره بتساعد النادي الاهلي. ما هو ده مش سبب ان هو بيحصل ده، والله مش سبب، احنا نطلع عين ابونا، احنا اللي طلعان عين ابونا احنا. انا واحده بتشجع نادي الزمالك طلعان عينها فنانه مصريه وكمان زملكاويه، يا اخي اشد في شعري، يا اخي ده من شد في شعري، يا اخي انا ما نمتش من ساعه الماتش، انا عماله بروح الدجالين واروح للعلماء واقعد وابحث واروح واجي واطلع وانزل واروح واجي واروح يمين وشمال، فانا فاهم ايه اللي حصل. 2-0 ليه؟ احنا في مالنا والله، مالنا مش كده يا جماعه، والله العظيم ما كده، واقسم بالله ما كده، والله العظيم احنا تعبنا، اقسم بالله تعبنا، والله العظيم تعبنا.